يعني في عماله سايبه، في عماله لا كفيل لا شيء موجوده بالكويت صار لها سنين. يعني هذا مشكله. قانون العماله لازم يرتب عندنا بالكويت، يعني يجي العامل من برا يشتغل عندك بدل يشتغل صح لحساب الخاص، يخلي الكفيل اللي جايبه عنده يشتغل، مثلا جايب لك سايق عندك بالبيت فجاه راح وخلاك تشتغل مكان ثاني، ما تقدر تقول له شيء، يروح ياخذ له سنه سنتين ثلاثه يشتغل بالكويت وهو انت اللي جايبه، وهذه مشكله. قانون العماله لازم يرتب بالنسبه للعماله الخدم ما الخدم، اما العماله اللي مثلا المعلمين والمدرسين هذا مو عماله، هذول ناس لهم شهادات علميه، كوادر يخدمون البلد، بالعكس اذا جو بالبلد هنا حياهم الله، توظيف، شغل، ايجارات، ترتب على اشياء كثيره. بالعكس الكويت لمة الناس كلها قول، اذا زوجتك موجوده وعيالك موجودين انت ترتاح، اذا عيالك في بلدهم هناك راح تحاتيهم تسال عنهم، وراح تاخذ من الكويت تصرف بالكويت. يعني انت اذا جبت لك رجل يشتغل بالكويت معلم وجاب زوجته